تخيل إنك في يوم بتصحى من النوم ومش فاكر أي حاجة عن نفسك، ولا اسمك ولا شكلك ولا سنك، لكن أول كلمة تطلع من بقك تطلع عادي جدا وكأنك بتتكلم كل يوم. ساعتها تسأل نفسك: أزئي الذاكرة ممكن تختفي بس الكلام يفضل شغال؟ الحقيقة إن الموضوع ده واحد من أغرب الحاجات اللي العلماء حاولوا يفهموها سنين طويلة. الدماغ مش مكان واحد بنرمي فيه كل المعلومات فوق بعض، لا، الدماغ كأنه مدينة كاملة فيها شوارع للذكريات وشوارع للمهارات وشوارع للمشاعر، وكل شارع ليه نظام وطريقة تخزين مختلفة. الذكريات مثلا بتتخزن في مناطق حساسة جدا زي الحصان والفص الصدغي، والمناطق دي بتتأثر بسرعة لو الشخص أتعرض لصدمة نفسية أو حادث. لكن الكلام ما هواش معلومة تتشال وتتحط، الكلام مهارة. نفس فكرة إنك تقول لصاحبك: عامل إيه؟ أنت مش بتقعد تفكر في الحروف، ده لسانك متعود عليها وبيطلعها تلقائي. المهارات دي بتتخزن في أماكن محمية زي المخيخ والعقد القاعدية، ودي مناطق صعب جدا تتلف إلا لو إصابة قوية جدا حصلت. علشان كده اللي بيفقد ذاكرته ممكن يكون مش فاكر هو مين، لكن أول ما يمسك معلقة يأكل بيها أو يمسك فرشة سنان يلاقي نفسه بيستخدمها طبيعي. في حالات كتير تم تسجيلها لناس فقدوا ذاكرتهم بالكامل، ومع ذلك أول ما يقعد على كرسي السواقة يلقوا نفسهم بيحرك الدركسيون وبيغيروا الغيارات من غير ما يفكروا، لأن السواقة مش ذكر، السواقة مهارة محفوظة في نظام تاني خالص. والأغرب بقي أن العلماء لقوا ناس بتلعب ألعاب الغاز تاني يوم ينسوا إنهم لعبوها أصلا، لكن لما يجربوها يحلوها أسرع من اليوم اللي قبله. ليه؟ لأن الحدث اتنس لكن الطريقة اتخزن، وده أكبر دليل إن المهارات بتعيش أطول من الذكريات. نيجي بقي للسؤال: ليه الكلام يفضل؟ لأن نظام الكلام بيتبني من وإحنا أطفال صغيرين جدا. الطفل مش بيحفظ الكلمات، الطفل بيسمع نغمة الكلام ويقلدها، ومع الوقت النغمة دي تتحول لعادات عصبية ثابتة. حتى لو الذكريات اتحذفت أو اتقفل النظام بيكمل. والعجيب إن العلماء اكتشفوا إن الطفل اللي يسمع لغة وهو رضيع حتى لو ساب اللغة بعد كده دماغه يفضل محتفظ ببصمتها الصوتية، ولما يسمعها بعد سنين مناطق اللغة في دماغه تنور كأنه فاهمها. وده دليل ضخم إن للدماغ ذاكرة لا واعي للمهارات والأصوات. وفي نوع من فقدان الذاكرة اسمه فقدان الذاكرة المستقبلية. الشخص فيه يفتكر الماضي كويس لكنه ما يعرفش يسجل أي حاجة جديدة، كأنه عايش كل يوم لأول مرة، ومع ذلك كلامه يفضل شغال لأنه متخزن في نظام مختلف تماما. وفي دراسات اتعملت على ناس فقدوا ذاكرتهم عروهم لمشاهد تثير مشاعر الحزن أو الفرح، وبعد فترة لقوا إن الشخص نسي سبب المشاعر، لكنه ما نسيش الإحساس نفسه، لأن المشاعر زي الكلام مش بتتخزن مع الذكريات، بتتخزن في نظام تاني. كل ده بيقول إن الدماغ مش ملف، الدماغ أنظمة، وكل نظام مستقل وممكن يكمل شغله حتى لو نظام تاني وقف. علشان كده تلاقي واحد فقد ذاكرته ومع ذلك أول ما يسمع صوت حد كان بيحبه قلبه يدق أسرع من غير ما يعرف ليه، لأن المشاعر محفوظة زي الكلام محفوظ. وفي حالات نادرة جدا الاتنين يروحوا مع بعض، الذكريات والمهارات، وده بيحصل لو الإصابات كانت قوية في نصين الدماغ. ساعتها الشخص فعلا يرجع كأنه مولود جديد، ما يعرفش يمشي ولا يتكلم ولا يتعامل، لكن دي حالات نادرة جدا. أما الحالات اللي بنشوفها في الواقع أغلب اللي يفقدوا ذاكرتهم ينسوا هما مين، لكن ما ينسوش أزئي يعيشوا، لأن الكلام والمشي والسواقة وحتى ردود الفعل مش متخزنة في نفس المكان اللي الذكريات فيه. وفي النهاية نرجع للسؤال اللي بدأنا بيه: ليه اللي بيفقد ذاكرته ما يفقدش كلامه؟ لأن الذكريات ملفات لكن الكلام نظام. الملفات ممكن تتحذف لكن النظام صعب يقع. وقبل ما نقفل قولي: لو في يوم صحيت من غير ذكرياتك، إيه أكتر مهارة تتمنى تفضل معك؟